الكاليماري بيتهري مني في قلب الزيت يا شيف رضا، وبيحل مني وما بعرفش اقليه. انتوا بتعملوه ازاي؟ وضح لي الامور ديت بالله عليك. عينيا حاضر، سمعونا ذكر الله والصلاه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الكاليماري اكله حلوه جدا، وبيتعمل طاجن وبيتعمل مشوي وبيتعمل مقلي، ولكن الافضل الناس كتير بتفضله مقلي. يعني هقول لكم على شويه اسرار اعملوها في الكاليماري بالذات. اول حاجه هنجيب الكاليماري، لو جبناه سليم او الصبيط عامه، يعني ده او ده، والكاليماري بيبقى عامل زي القرطاس كده، والصبيط بيبقى عامل كده، تمام. بناخد الراس، بنطلع منها الحبر والعين والقرقوشه اللي في النص ديت، اللي في الراس يعني، والشراشيب ننضفها، وبعد كده لو تخينه بنشرحها عشان ما تفرقعش مننا في قلب الزيت، او لما نعملها طاجن هتبقى حلوه قوي. يبقى الشراشيب والراس والاجنحه هنشيل منها البلاستيكيه، الحاجات دي كلها هنعملها طاجن. وناخد الكاليماري او الصبيط نقطعه شرايح طويله كده، ورقيقه مش تخينه قوي، عشان ايه؟ يطلع معانا مستوي بشكل كويس. وبعد الغسيل الكويس بقى والتنظيف الحلو، هناخد الحاجات اللي قلنا عليها، الراس والشراشيب وجزء كده من الجسم برضه، نعمل طاجن حلو. وناخد بقى الجسم كله نقطعه شرايح طويله، ونتبله تتبيله حلوه قوي، زي مثلا ملح، توم، فلفل الوان او فلفل اخضر. كل ده هنحطه في الكب أو في الخلاط، وبعد كده هنضيف عليهم معلقه مستردة حلوه، شويه بقى مثلا سنه فلفل اسمر، سنه كمون، سنه كزبره، كاري او كركم اللي موجود، شويه بابريكا، شويه شطه، البهارات الحلوه دي كلها، ونضرب في الخلاط مع شويه ميه صغيرين. عملنا التتبيله، تبلنا الكاليماري او الصبيط، ونمرط كده بايدينا وبندعكه كويس يعني عشان يشرب التتبيله. وبعد كده بنسيبه ربع ساعه يشرب التتبيله، والليمون اهم حاجه، تمام. والثوم البلدي برضه خلي بالكم، والبهارات ما تكونش مطحونه عندنا بقالها فتره، لا تكون فريش كده، او طحنينها عندنا في البيت. الحاجات دي كلها اسرار. هنروح بقى على الاسرار المهمه. هنحطه في الدقيق شويه يعرق، يعني لازم يشرب دقيق. اقلب الكاليماري في الدقيق، لما يشرب دقيق يعرق نسيبه شويه في الدقيق 7 دقائق، وبعد كده بنقلبه. عندنا طريقتين، نطلعه من الدقيق وننخله وننزله في قلب الزيت، ولازم يكون الزيت سخن، وما نقلبش زيت سخن جامد، يعني ما يكونش مثلا محروق، لا اتقدح. ننزل فيه الكاليماري وما نقلبش على طول الا لما يشد معانا الكاليماري عشان ما يتهريش، وبعد كده لما يقوم على الوش نشيله. الطريقه الثانيه ان احنا قبل ما ننزله في الزيت ببخاخه بنرش على الكاليماري بقى في مصفى او اي حاجه نقدر نحط الكاليماري كده، المهم نسقسقه بشويه ميه تحت الحنفيه بايدينا كده، او ببخاخه، او نغطسه في حله ميه مثلا بس يكون شارب دقيق كويس، ونطلعه مره واحده ونقلبه على شيال سلك في قلب الزيت. لما نفرده في قلب الزيت كله، لو عندنا فاتوره مثلا او المكان واسع، وديت بنعملوها في المطاعم نخلي بالنا. اما في البيت ممكن نقدر ناخد الكاليماريايه مثلا بالشكل ده كده، هنحطها مثلا كده، ناخد الكاليمارية واحده او اتنين نغطسها في الميه ونطلعها نحطها في الزيت، وهكذا زي نظام التلحيسه كده، بس التلحيسه خفيفه، تمام. ديت الاسرار بتاعت الكاليماري. يبقى حضرتك تنزلي في زيت سخن، تعرقيه الاول في قلب الزيت في قلب الدقيق شويه، وبعد كده تطلعيه من الدقيق تنزليه في زيت سخن، وما تقلبيش الا لما يشد، ولما يعوم وياخد لون ذهبي ارفعيه من الزيت. لا احنا عايزين فيديو يا شيخ رضا، الكلام ده في ناس مش هتفهمه الحاجات دي كلها. اعملوا متابعه لو تشوفونا لاول مره، وقولوا لي رايكم في التعليقات باي كومنت حلو كده عشان نرفع الفيديو، ومستني لايك جميل وشاركوها للغير. وان شاء الله هعمل لكم الفيديو قريبا باذن الله، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.